مش عارف الدكتور بيكشف، والصيدليه بتاخد المجال اللي هو بتاع صرف الادويه طبعا بكامل وبكامل شغلها، يعني الدواء ده بجرعته وتنظيم جرعته وكل حاجه. الصيدليات هنا في مصر بتعمل كل حاجه، مستشفى شيف وبيعلق كانيولا ومحاليل وبيفك غرز خياطه يعني دايس في بيروا البخت المجتمع بيعمل كل وبيبيعوا حاجه جل. حرفيا حرفيا بيعمل كل حاجه، سوبر ماركت كمان. حرفيا مفيش حاجه ما بيعملهاش صيدلي في مصر، خاصة كمان لو صيدلي شغال في مستشفى حكومة أو حاجة فبيشوف كل النماذج، أو صيدلية شارع في منطقة شعبية شوية أو منطقة يعني القوة المادية عندها مش أحسن حاجة، إن هي دايما بتروح لكشف طبيب بشري أو غيره. فده بيخليك تشوف نماذج مختلفة من البشر يعني، وبتشوف حاجات أنت لو قريتها في الرواية يعني مش هتصدقها. خلاص قاع المجتمع، وقاع المجتمع ده مش معناه انه ده شيء مسيء، قاع المجتمع ده اللي هو تراب البلد زي ما بيقولوا، يعني اللي احنا جزء منهم بمنتهى البساطه، اللي كلنا اجزاء منهم، سواء بقى باختلاف مستوياتنا كنا هنا وبقينا هنا بالظبط، كلنا بنخدم على بعض وكله نسيج واحد. فده خدم على التجربه الكتابيه، انت بدل ما كنت عايش في عالم الاحلام والورود وتجربتك مبنيه على اللي بتقراه بس، بقت مبنيه على اللي بتقراه وعلى اللي بتعيشه كمان. فهم خدموا على بعض، الحياه كده. ففكره انه الشغف يلا نسيب كل حاجه ونركز في حاجه واحده بس، ده مش غلط كليا، ولكن بالنسبه لي كاحمد، لان انا ما بحبش اعمم تجربه، وقت من الاوقات هتزهق ومش هتقدر تواكب ده. طيب ايه رايك في الاول في شغلانه الصيدله؟ ايه رايك في الكارير بتاع الصيدله عامه؟ لان انا اعرف كتير شغالين بين الشركات، بين الصيدليات، بين البيزنس الخاص بيهم، او عايزين يخرجوا بره المجال، زي اي وظيفه او زي اي شغلانه او زي اي دراسه. مجال الصيدله انا بحبه لسبب بسيط، مش عشان انا موجود فيه بس، بحسه مجال فيه انسانيات كتير جدا. لسه احنا كنا بنتكلم يعني في صيدليات كتير قوي في الفتره بتاعت ما بعد الكورونا او اوقات الكورونا بتعمل الخدمات اللي انا لسه بنتكلم فيها دي، اللي هي بتاعت فك الغرز وتعليق المحاليل ومش عارف ايه. مش كل طبعا الناس، يعني في صيدليات بتعملها مجانا خدمات للناس. ظهر فتره كده من الفترات، يعني هقول مثال صغير، ظهر فتره من الفترات اللي هي حقن المضاد الحيوي، طبعا قبل الهوجه الاخيره دي لازم تعمل اختبار حساسيه ومش عارف ايه. مؤخرا طبعا ده ممنوع، بقى بيتعمل بس في مستشفيات. هقول مثل صغير جدا انه بروشيتات برضه طبعا لازم بقى بيتعمل اختبار الحساسيه ده مش عارف 50 جنيه 100 جنيه حاجه كده، يعني في مستشفى حكومي. الصيدليه كان بيتعملوا مجانا، فده بيشيل جزء من على عاتق الناس. حاجه تانية زي خدمه فك الغرز زي ما بنقول، او تركيب الكاميرات او بتاع، تلاقي انه بيتركب بمبلغ معين، الصيدليات بتعمله مجانا او بمبلغ رمزي. تغيير الجروح مش عارف ايه، التشخيص حتى اللي هو لا يحتاج طبيب بشري، بمعنى حتى الحقن المسكنه بقت ممنوعه دلوقتي في الصيدليات. اي حقن ممنوع دلوقتي في الصيدليات، اي حقنه ممنوعه بالظبط. فده حط لود على المستشفيات كمان، الاطقم الطبيه الموجوده في مستشفيات التمريض والدكاتره البشريين، وعلى الناس نفسهم. اقصد اقول انه الصيدله كانت مجال، عارف انت، لو مش هقول جندي مجهول، بس عارف انت حتى في الكوره يقول لك ايه، اللي عارف انت اللاعب الديفندر او المدافع اللي هو ما بيبانش، بس يعني دايما السوكسيك كله بياخده المهاجم او اللي بيهدف او بيعمل، وده عمال يخدم على الدنيا كلها، هو نفس النظام. واخد 3-4 شغلانات مع بعض، بين طبيب، بين صيدلي، بين خدمه عملاء، بالظبط كل خدمه عملاء فعلا، بالظبط بين حرفيا استشاري يعني. نفسي، بين كل الحاجات دي، كل حاجه قرايه الاشعه وقرايه التحاليل ومش عارف، كل ده بيعملوه الصيدلي. فانا بحبها عشان الجانب ده، وفي نفس الوقت هو كجانب شغل، لا هو مجال مربح الحمد لله كويس جدا. مجال مش هقول مريح لان مفيش مجال شغل مريح في مصر، بس احسن من كتير مجالات تانية. فانا بحبه كمجال صيدله على المستوى النفسي وعلى المستوى المادي الحمد لله كويس. كصيدليه كشركه، ايه رايك في الكارير بتاع الصيدله ككواليتي بقى كبرودكت؟ والله هو ده انا اسمع عنه بس ما اشتغلتوش، يعني انا كان كل شغلي يا اما مستشفيات يا اما صيدليات. بس اصحابنا اللي شغالين في الحته بتاعه الكواليتي كنترول او جوه المصانع او غيره، بيبقى عندهم لذه الاستكشاف كده اكتر، يعني عارف هو شغال في ناحيه علميه اكتر شويه، فكره البحث العلمي كمان برضو وفر لهم كمان كل التولز اللي بيعرفوا يعملوا دوت. بالظبط. فلا ده مجال جميل للي غاوي زي ما بيقولوا يعني. فلا لطيف، هو كل مجالات الصيدله حلوه، بس في مجالات بتبقى محتاجه حد عايزها بالخصوص، ما يعني لو هو مش غاوي بحث علمي او مش غاوي الحته دي، لا خلاص هيزهق شويه.